الحياة مواصلة، والناس عبارة عن محطات. تخيل كده إن الحياة دي زيها زي أي مواصلة. أتوبيس مثلا، رحلة طويلة. كل شوية الأتوبيس ده بيقف في محطة، ينزل منه ناس ويطلع ناس تانية. كل محطة بتعبر عن موقف أو شخصية بتعدي عليك في حياتك. في الراكب المريح اللي قاعد بهدوء بيبتسم للكل، ممكن حتى يفتح معاك كلام لطيف. ده بقى عامل زي الصاحب الجدع أو الشخص الإيجابي اللي بتقابله. وجوده في حياتك بيريح أعصابك وبيخلي الرحلة أحلى بكتير. جنبه ممكن تلاقي الراكب اللي مش سالك، اللي بيحاول دايما يزنق عليك أو يحاول يزعج اللي وراه. ده بقى عامل زي الشخص الخبيث أو المؤذي في حياتك، اللي بتحاول على قد ما تقدر تتجنبه ودايما تدعي إنه ينزل من المحطة اللي جاية بسرعة. أما بقى الراكب الأناني، ده اللي بيحط دايما شنطته على الكرسي الفاضي، ما بيهموش أي حد لو واقف حتى لو راجل كبير. ده بقى زي الشخص اللي بيحب نفسه بس، أناني فعلا، ما بيفكرش في حد غيره ودايما بيحط مصلحته الأول. بس في وسط كل ده بتلاقي الراكب المتفائل، اللي دايما بيبص من الشباك ومبسوط ويحكي لك قد إيه الطريق كان جميل والجو حلو. ده عامل زي الصاحب اللي بيشجعك، اللي بيفكرك إن في دايما جانب حلو في أي حاجة، حتى لو الدنيا مقفلة في وشك. وفي كل ده بتيجي لحظة تلاقي نفسك بتزعق وبتقول على جنب يا اسطى، بس مش عشان تنزل، ولكن عشان تاخد نفسك وتهدي أعصابك وتفكر من تاني. يمكن المحطة دي تكون قرار إنك تبعد عن شخصية معينة بتأذيك، أو تاخد راحة من الشغل عشان ما تتحرقش. المهم إنك تفهم إن كل محطة هي فرصة جديدة، وكل وقفة الرحلة بتكمل، وممكن تلاقي ناس أحسن في المحطة اللي جاية وتتعلم من اللي فات. فلازم تستمتع بالرحلة وما تخليش أي حد يضايقك فيها. في رحلة الحياة اللي شبه المواصلة أكيد هتقابل ركاب مش سالكة، ممكن يحاولوا يضايقوك، بس الأهم من وجودهم هو إزاي تتعامل معاهم وتحافظ على مزاجك الرايق وتركيزك على الناس الإيجابيين. تجاهلهم مش ضعف، بالعكس ده قوة. أول وأهم خطوة هي التجاهل الواعي. كتير بنفكر إن الرد على الإزعاج هو الحل، لكن في الحقيقة ده دايما بيستهلك من طاقتك ووقتك ومزاجك. الشخص اللي مش سالك هدفه إنه يضايقك ويسحبك دايما لمنطقة سلبية. لما تتجاهله أنت بتحرمه من الهدف ده، وده مش ضعف، ده ذكاء وقوة في التحكم وفي ردود أفعالك. ركز على محطة الوصول مش على الدوشة. كل شخص بيضايقك في رحلتك، سواء كان في الشغل أو في العلاقات أو حتى في المواصلات، هو مجرد دوشة. بدل ما تركز على الصوت العالي واللي بيعمله والمضايقة اللي بيوجهها ناحيتك، ركز على الهدف بتاعك وركز على محطة الوصول اللي انت عايز توصل لها. فكر في أحلامك وفي الناس الإيجابيين اللي بيسندوك وفي المشاريع اللي بتحمسك. لما تركز على الحاجات دي كل الدوشة هتقل وتأثيرها عليك تدريجيا هيخف. احجز لنفسك كرسي مريح. اسعى دايما انك تحيط نفسك بالناس اللي بتحبهم وبتسعد بوجودهم. لو في شخص سلبي بيضايقك حاول تقلل التعامل معاه على قد ما تقدر، وخصص وقت اكتر للركاب المتفائلين والسالكين. الناس دي هي اللي بتديك الطاقة الإيجابية اللي بتحتاجها عشان تكمل الطريق. خليك انت الراكب المتفائل. احسن طريقة للرد على السلبية هي الإيجابية. بدل ما تشتكي من الراكب اللي مضايقك حاول تركز على ازاي تخلي الرحلة احسن ليك وللي حواليك. ممكن تبتسم، تتكلم عن حاجة بتحبها، او حتى تسمع موسيقى هادية في ودنك. لما تكون انت مصدر الإيجابية، اي سلبية بتحصل حواليك عمرها ما هتأثر عليك بسهولة. في النهاية رحلة الحياة طويلة ومزاجك هو أهم حاجة فيها، عشان كده ما تديش الفرصة لأي حد يضايقك. اتجاهل وركز على هدفك. احجز لنفسك كرسي مريح وسط الناس الإيجابية، وخلي عقلك هو دايما اللي سايق الرحلة. الرحلة اللي انت بتركب لها في الحياة
وكل اللي فيها من محطات وناس بتعتمد بشكل كبير على اختيارك للركاب اللي بتركز معاهم. لو قررت تدور وشك عن الركاب الرخمة اللي بيضايقوك وتركز بس مع الناس الإيجابية، انت كده مش بس بتتجنب المشاكل، انت بتكسب مكاسب كتير هتغير مسار رحلتك للأحسن. مزاجك هيتحسن وحالتك النفسية هتروق. الناس السلبية بيمصوا طاقتك زي بالظبط ما يكون معاهم شفاط طاقة. كل كلمة نكد وكل تصرف سخيف وكل شكوى بتخليك تحس انك مستنزف. لما بتتجاهلهم انت بتحمي طاقتك، وده بيخليك تحتفظ بمزاجك الرايق وبتركز على الناس الإيجابيين دايما، فيخليك تكتسب من طاقتهم الحلوة وتحس انك مرتاح اكتر ومبسوط، وده دايما بيأثر على كل جوانب حياتك. بتوفر وقت ومجهود كبير. النقاشات مع الركاب السلبية دايما بتكون بدون فايدة، بتضيع فيها وقتك ومجهودك عشان تحاول تغير فكرهم أو تثبت وجهة نظرك، وفي الآخر بتوصل لطريق مسدود. لما بتدور وشك بعيد عنهم انت كده بتوفر وقتك الثمين ده عشان تستخدمه في حاجات مفيدة بجد، ممكن تقضيه مع ناس بتحبهم أو تتعلم حاجة جديدة أو حتى تريح بالك. بتقوي علاقاتك مع الناس الكويسة. لما بتدي طاقتك ووقتك للناس الإيجابيين ده بيقوي علاقتك بيهم، هما بيحسوا باهتمامك وبيعرفوا إنك شخص داعم بجد، وده بيخليهم يدعموك أكتر. علاقاتك مع الناس الكويسة بتكبر وبتكون مبنية على الثقة والاحترام، ودي حاجة مهمة جدا في الحياة. دايما بتشوف فرص وحلول مكان المشاكل. الناس اللي دماغها سلبية بتركز دايما على المشاكل والعقبات. لما بتشاركهم عقلك بيتعود يشوف المشكلة وما بيفكرش في أي حلول. لما بتركز مع الناس الإيجابية هما بيساعدوك تشوف الحلول والفرص اللي ممكن تكون موجودة، وبتفكر بشكل أفضل وبتحل مشاكلك أسرع وبدقة أكبر. الناس الإيجابية بتتعلم منهم وبتكبر في رحلتك، مش بس بيساعدوك هما كمان بيعلموك. ممكن تتعلم منهم إزاي يتعاملوا مع الصعوبات بابتسامة، إزاي يكونوا صبورين، أو إزاي يستغلوا أي موقف سيء لصالحهم. كل شخصية إيجابية هتقابلها في رحلتك هي درس جديد ليك. في الآخر قرارك بإنك تركز على الإيجابية هو أهم قرار هتاخده في حياتك، وهو اللي هيحدد هل هتمشي في طريق مليان نكد وتعب ولا هتمشي في طريق كله راحة ونجاح. التركيز على الركاب الإيجابيين مش بس بيخلي رحلتك مريحة، ده بيكشف لك عن مكاسب كتير ممكن تكون مش واخد بالك منها. أولهم إنها بتبقى رحلة فعلا كلها مربحة. لما بتدور ظهرك للركاب السلبيين انت بتختار طريق تاني خالص. الطريق ده مليان بالراحة النفسية والفرص اللي كنت ممكن تضيعها لو ركزت مع كل اللي بيضايقوك. سلامك النفسي أحد الحاجات المهمة جدا عشان تحافظ عليها هي السلام النفسي. الناس الرخمة دي بتخلق دايما حالة من التوتر الدائم، بتخليك دايما في حالة تأهب كده للرد أو الدفاع. لما بتبعد عنهم بتحجز لنفسك كرسي هادي في آخر المواصلة بعيد عن الزنقة والهمامة واللي قال واللي عاد. ده بيسمح لك تتنفس وتسترجع طاقتك اللي كانت بتضيع في نقاشات ملهاش لازمة. السلام النفسي اللي بتكسبه ده هو أهم مكسب، دايما بيخليك قادر تشوف الحياة بصورة أوضح وهادية أكتر. الأصوات السلبية بتغطي على كل حاجة حلوة في الحياة، زي لما يكون في دوشة جامدة بتنسى فيها تسمع صوت العصافير. لما بتسكت الأصوات دي بتلاقي نفسك بتسمع صوت تاني، صوت الفرص اللي كانت حواليك طول الوقت بس انت ما كنتش واخد بالك منها. ممكن تكون فرصة في الشغل أو علاقة جديدة أو حتى فكرة مشروع كان عقلك مش لاقي مساحة يفكر فيها. كل وقت بتديه للركاب الإيجابيين هو استثمار في شبكة دعم حقيقية. الناس دي مش بس بتديك طاقة، دي بتشاركك خبراتها وبتشجعك وبتقف جنبك. لما بتتعلم منهم وبتاخد من طاقتهم بتلاقي إن رحلتك أصبحت أسهل وممتعة أكتر. أنت مش لوحدك في المواصلة، معاك فريق بيدعمك وبيخلي الرحلة دايما ألذ وألطف. في الآخر قرارك إنك تركز على الإيجابيين مش رفاهية، هو ضرورة. ده قرار بيخليك أنت اللي بتتحكم في رحلتك مش أي حد تاني.
رحلة الحياة طويلة ومزاجك هو أهم حاجة فيها. ما تخليش حد يضايقك، اتجاهل وركز على هدفك واحجز لنفسك كرسي مريح وسط الناس اللي بتحبهم. وقتها كل محطة هتبقى فرصة فعلا، وكل راكب إيجابي هتقابله هيكون مكسب ليك، ورحلتك هتكون أجمل وأخف. أنا محمد حلمي، وانت كنت بتسمع حلقة من حلقات بودكاست غاوي حكاوي.